السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم معرض النصر سمارت هوم. كالعادة معاكم مهندس جمال نور الدين. والحاجة التانية اللي الناس بتسألنا عليها، ليه انت بتقول على بوردة السلم اللي انتوا بتعملوها ان هي افضل بوردة في العالم؟ السبب التاني اللي هي بتتبرمج بسهولة ويسر عن اي بوردة موجودة. وهنوريكم ازاي احنا بنبرمج البوردة بتاعتنا. هنحط الباور. لو بصينا هنا هنلاقي ان المتحكم نور. عندنا هنا في الحته في المنطقه دي 3 لمبات، كل لمبه بتقول لنا احنا بنعمل ايه بالظبط. عندنا هنا 4 بوش بوتون، الاتنين اللي في الاطراف دولت عشان التست من غير ما نوصل الحساسات. الاتنين اللي في النص هم دول اللي يهمونا في البرمجه. والحمد لله احنا ما عندناش تايم في البرمجه، يعني لما تدوس على زر البروجرام ما تستعجلش، يعني ما تخافش مش هيخلص التايم، لا انت اشتغل براحتك، ودي من الحاجه المميزه جدا للبورده بتاعتنا. عندنا زر مكتوب عليه بروجرام وزر مكتوب عليه ست، دول اللي يهمونا، مع مراعاه ان احنا نبص على اللمبه بتاعتنا. اللمبات بتاعتنا الانديكيتور اول ضغطه بتقول لك اللي احنا بنختار عدد الدرجات، تاني ضغطه بتقول التايم بتاع الستيب، تالت ضغطه بتقول اللي هو التايم الثبات بعد اكتمال عدد الدرجات. والكلام ده مكتوب على الليدات اللي هنا بالظبط. هندوس اول ضغطه هنا كده. لا بص هنا حضراتكم جالنا على كويس ان ده حصل، انا دوست ضغطتين ورا بعض. هندوس تاني عشان نتلافى الخطأ. ايوه، هندوس من جديد ضغطة واحدة. ده اعطانا عدد درجات الديفولت اللي جايه بيها البوردة. هندوس على مفتاح الست عشان نكمل عدد درجات ايا كان عدد الدرجات اللي عندنا، فبنختارهم. انا اختار هنا ال 32 درجة عشان بعمل اعداد للبوردة عشان اخرجها للبيع. تاني ضغطة اللمبة نورت معانا هنا اللي هو التايم بتاع الدرجات، وانا دايما بظبطها ديفولت على هنا 9 درجات. كل لمبة بتنور هنا حضراتكم معناها جزء من الثانية. في تشارت وفي جدول للكلام ده، ولكن عفوا هيلخبط الناس. فلو التايم معاك قليل ممكن تزود عدد اللمبات اللي بتنور معاك، لو كتير ممكن تقلل. الضغطة الثالثة اللي هو زمن الثبات بعد الاكتمال، وانا بخليها لمبتين فقط. طبعا هنا اكتر من لمبة، لا انا بزود لحد ما يبدأ من الاول، وكده لمبتين منورين معانا فقط. الضغطة الرابعة والاخيرة على البروجرام اللي هي نعمل بها سيف. عملنا سيف اهو. هنعمل تيست دلوقتي. بدأت البوردة بتاعتنا تشتغل وهتاخد التايم بتاعها وهتفصل. إذا إحنا عندنا بوردة من السهولة بمكان في البرمجة، يعني مش هنلاقي أسهل من كده، وبتشتغل براحتك. محدش بيجري وراك وانت بتبرمج. لو في اي خطأ او فولت بيظهر معانا هنا في اللمبات، نعيد من تاني، ندوس من تاني لحد ما نعمل ست وكل اللمبات تطفى عندنا، ونبدأ من تاني. يعني مفيش أي مشكلة في البرمجة، الموضوع سهل جدا وستيبل وحاجة محترمة فوق العادة. ده تاني سبب من أسباب اللي احنا بنقول البوردة بتاعتنا من أفضل البرد في العالم، مش في مصر ولا الوطن العربي.